دي شنطه سفري وده الكاب بتاعي. انا بلم شنطي ورايح امريكا بعد ما عديت من انترفيو السفاره وضحكت عليهم وقلت لهم اني رايح سياحه وانا هروح ادور على شغل واقضي باقي حياتي هناك. وهقول لك كمان ازاي تعمل كده وتغير حياتك في 4 شهور. دي شركه مايكروسوفت. انا حاليا شغال هناك سيلز. شركه مايكروسوفت في مصر مرتبها 70,000 جنيه بس، لكن في امريكا 12,000 دولار او 600,000 جنيه مصري. فقررت اجهز شنطي واسافر، لكن في مشكله. الف مبروك، بعد ما قدمت على فيزة السياحه في امريكا للمره ال 500 جالك مقابله. المقابله بعد 4 شهور من دلوقتي. يا نهار اسود، انا مش بعرف اتكلم انجليزي اصلا. انا كنت بقدم ومش متوقع ان هم هيقبلوا. انا كنت فاكر هتترفض زي كل مره. الله يخرب بيتك، قوم بسرعه، الحياه فرص. ما تقلقش ما تقلقش، انا هحط لك خطه في خلال 4 شهور هتكون بتعرف تتكلم انجليزي زي الاجانب بالظبط. قبل ما نبدا في اي حاجه لازم تكون بتعرف تكون جمل وتعبر عن نفسك. بس هنعمل كده ازاي في 4 شهور؟ انا ضعت وحلمي ضاع. اهدى حبيبي، هقول لك في اكسرسايز لو عملتها هتبقى لبلب في الانجليزي. اول واحد اسمه شوف بيعمل ايه واعمل زيه. الخواجه والله الاديتور مش واثق فيا. هتسمع الفيديو بالانجليزي وتكتب اللي بيقوله وتبتدي تعيد وراه، وبعدين هتاخد الحته اللي كتبتها دي وتديها لتشات جي بي تي وهتدي له مستواك وتقول له اشرح لي اي قواعد او كلمات فوق مستواي. خلينا ناخد مثال. هتاخد الكلام اللي في الفيديو ده Here's some information from a whistleblower who came before the Senate. وتبعته لتشات جي بي تي بالشكل ده. انا هنا قلت له ممكن تشرح لي القواعد الموجوده في الجمله دي وتقول لي كل الكلمات الجديده لمستوايا. انا هنا مثلا خدت مثال B1 في الانجليزي، وبعدين هتدي له الجمله اللي انت كنت كتبتها من الفيلم، فهيقول لك كل الكلمات والقواعد اللي فوق مستواك، وهتفضل بقى جمله ورا جمله ورا جمله، هتلاقي نفسك ابتديت تقفل كل قواعد الانجليزي. طيب انا كده بعرف اكون جمل، هعمل ايه بقى في النطق؟ هقول لك ما تقلقش. بص، انا قلت لك كتير على الشادوينج وانت لسه برضه ما بتعملوش. ما تعرفش يعني ايه شادوينج بقى؟ هتخش على انجليزي edu.com، هتلاقيني شارحها ومديك خطه خطوه بخطوه ازاي تتعلم انجليزي كمان. اعمل بقى لايك وسبسكرايب، روح اعمل. لكن انا دلوقتي هقول لك على اجمد من الشادوينج، واللي هيخليك تنطق صح احسن من الشادوينج، واللي هيخليك تقول طز في الشادوينج. هنعمل اكسرسايز اسمه الجمله المحنكشه. اكسرسايز الجمل المحنكشه ده من اسمه كده انت هتنطق جمل محنكشه بالانجليزي. ده طبعا بعد ما تدرس الاصوات. جمل زي دي عندك she sells seashells by the seashore and the shells she sells are seashells I'm sure. او دي he would chuck as much wood as a woodchuck would chuck if a woodchuck could chuck wood. سهله يعني، جرب كده اعملها. طيب انا كده بعرف اكون جمل وبعرف انطق، بس ما عنديش كلمات او فوكابلري اكون بيها الجمل دي. هتعمل بقى اكسرسايز العبيط اهو. الاكسرسايز ده انك هتمشي في الشارع وكل حاجه تشوفها لازم تكون عارف معناها بالانجليزي. عمود النور ده لازم تكون عارف معناه بالانجليزي. الرصيف ده لازم تكون عارف معناه بالانجليزي. عم محمد البواب لازم تكون عارف معناه بالانجليزي. كل حاجه. فهتمشي بتشات جي بي تي تساله على معنى كل حاجه بتشوفها. واهم حاجه مش معنى انك عرفت الكلمه خلاص كده، لا، لازم كمان تحطها في جمله، وبعد ما تتطور شويه كمان تعمل محادثه كامله عن الكلمه دي. يعني اعمل محادثه كامله عن عم محمد البواب. هتمشي زي العبيط في الشارع عمال بتكون جمل بالانجليزي عن كل حاجه تشوفها، عمال بتكلم نفسك في محادثات. لو عايز بقى خطه خطوه بخطوه ازاي تطور الانجليزي بتاعك، خش على انجليزي edu.com.